اليوم 4 لاعبين محترفين في تشكيلة المنتخب الأولمبي العراقي موجودين في التشكيلة الأساسية. كميل سعد ليد ستار السويسري، وعلي الموسوي كوبنهاجن الدنماركي. وهنا محاولة منتخبنا الأولمبي خطيرة خطيرة، الله بلند حسن يسجل لمنتخبنا الأولمبي. الله على بلند حسن، هدف أول. العراق يسجل في مرمى المنتخب الأردني. منتخبنا العراقي في الفرصة الوحيدة لمنتخبنا على مرمى المنتخب الأردني يستغل اللاعب بلند حسن ليسجل أول أهداف المباراة لمنتخبنا الأولمبي على حساب المنتخب الأردني. الله على بلند يحضر داخل منطقة الجزاء ويسدد على يسار حارس المرمى أحمد جعيدي ليعلن منتخبنا الأولمبي افتتاح التسجيل على حساب المنتخب الأردني أمام فرحة الجماهير العراقية وفرحة بلند حسن ابن العراق. يسجل للعراق أول أهداف المباراة في مرمى المنتخب الأردني. لاحظ منتظر والعمل الكبير من منتظر، وهذا هو المنتظر من منتخبنا الأولمبي العراقي في هذه البطولة وهذه المباراة. والمحاولة بشكل ممتاز لعبت عن طريق منتظر يستغلها بلند بشكل ممتاز، ومر من أمام دانيال عفاف لاعب ومدافع المنتخب الأردني ليسكنها على يسار حارس المرمى أحمد جعيدي. أحمد الجعيدي حارس المرمى للمنتخب الأردني يقف متفرج أمام هدف جميل يسجل عن طريق اللاعب بلند حسن. بغداد السلام، والعراق الآن يتقدم على المنتخب الأردني بهدف مقابل لا شيء. هجوم الآن للأردن، هذا هو المطلوب وهذا كان هو اللي نتمناه، البداية القوية لمنتخبنا على حساب المنتخب الأردني. وخطر للمنتخب الأردني وركلة جزاء، والحذر من أمين الشناينة. ركلة جزاء يحتسبها الحكم السعودي فيصل البلوي في أقل من دقيقتين. يعني العراق سجل ولكن الرد يأتي سريع للمنتخب الأردني، وأمين الشناينة يحصل على خطأ. لاحظ داخل منطقة الجزاء، ومنتظر محمد يرتكب خطأ داخل منطقة جزاء منتخبنا، وأمين الشناينة يحصل على ركلة جزاء للمنتخب الأردني. رد سريع للنشامة على حساب منتخبنا الأولمبي. محمد أبو النادي هل يسجل التعادل أم سيتألق حارس مرمان الحارس كميل سعد لإنقاذ المرمى؟ وهنا يتقدم ويسجل هدف التعادل. هدف تعادل للمنتخب الأردني عن طريق اللاعب محمد أبو النادي، ويضع الكرة على يمين الحارس كميل سعد. وهدف تعادل للأردن، هدف تعادل للأردن بعد أقل من دقيقتين. المنتخب الأردني يسجل هدف التعادل في مرمى منتخبنا الأولمبي. 1-1 أصبحت النتيجة. بداية قوية لكلا الفريقين، كان الحذر واضح على الأداء لمنتخبنا وللمنتخب الأردني، لكن جاءت اللحظة اللي سجل من خلالها بلد هدف أول لمنتخبنا، وبعد ذلك أمين الشناينة يحصل على ركلة جزاء للمنتخب الأردني، ومن خلالها سجل محمد أبو نادي هدف التعادل لمنتخب الأردن. أحمد مكنز لاعب أربيل في المرحلة الثانية ممتاز جدا مع المدرب عباس عبيد. كرة عادت الوسط، مصطفى عملية تغيير اللعب هناك على الطرف الأيمن. الموسوي يلقي الكرة الأمام إلى نهاد داخل منطقة الجزاء. الله على الأوندي، حسين عبد الله يسجل هدف ثاني. يا روعة الهدف، الله 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 على منتخبنا الأولمبي، الله على العراق في هذه المباراة، الله على هدف ثاني. حسين الأوندي يسجل لمنتخبنا الأولمبي برأسية لا تصد ولا ترد، صعبة على حارس المرمى للمنتخب الأردني. لاحظ العمل من نهاد محمد يعكس كرة داخل منطقة الجزاء، وهوب عن طريق اللاعب حسين اللاوندي يسكنها براسه في مرمى المنتخب الأردني ليسجل ثاني الأهداف لمنتخبنا الأولمبي. الله على هدف ثاني، على هدف ملعوب، على هدف جميل، على رأسية رائعة عن طريق اللاعب حسين اللاوندي يضعها صعبة على الحارس أحمد الجعيدي ليسجل منتخبنا الأولمبي العراقي هدف ثاني في مرمى المنتخب الأردني. عاد العراق ليسجل من جديد. أدار الشوط الأول بنجاح كبير الحكم السعودي. عادت لمنتخبنا الأولمبي عن طريق الجانب الأيسر. منتخب الأردن يريد أن يهاجم منذ بداية الشوط الثاني. هذا الريالات ومحاولة على التسديد،
تعادل، هدف تعادل، هدف تعادل للمنتخب الأردني، هدف تعادل. هي دخلت للمرمى منذ البداية وفرحة لاعبي المنتخب الأردني بهدف التعادل. الدقيقة 50 المنتخب الأردني يعدل النتيجة بخطأ لحارس مرمى منتخبنا الأولمبي كميل سعد. يخطئ حارس مرمى منتخبنا توقيت هذه الكرة، وبالتالي حكم المنتخب الأردني يسجل هدف تعادل في مرمى المنتخب العراقي. لاحظ الإعادة، وهذا اللاعب محمد أبو النادي هو اللي سجل الهدف الأول. الآن يدرك هدف التعادل. لاحظ هي دخلت الشباك، دخلت المرمى بأول تسديدة تابعها عرفات، لكن هي مرت إلى الشباك ويسجل محمد أبو النادي هدف التعادل وثاني أهدافه في هذه المباراة. وهنا لاحظ التسديدة وهدف ثاني، هدف تعادل